السلام عليكم ورحمة الله وطابت أوقاتكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على بلادنا المغرب. كما تلاحظون أمامكم على مستوى الخريطة اليقظة الجوية أمطار من مستوى يقظة برتقالي مرفوقة بعواصف رعدية وثلوج كثيفة مرتقبة على المغرب في الأيام القليلة إن شاء الله، من خلال آخر إصدار للنموذج الأوروبي الذي وردنا قبل قليل. كل هذه التفاصيل مشاهدينا الكرام سنتعرف عليها بعد لحظات. تابع الفيديو معنا وسنستهل هذه النشرة بتوقعات صباح يوم غد السبت 17 من الشهر دجنبر الجاري، حيث يتوقع بحول الله تعالى أن تتواصل التساقطات المطرية ببلدنا المغرب إلى غاية طلوع الشمس، خصوصا بمناطق اللكوس وكذلك بسواحل الشمال الغربي للمملكة وسواحل الصويرة، وكذلك بسواحل مناطق آسفي والرباط والدار البيضاء والمحمدية، وبمناطق العرائش القنيطرة وكذلك بأصيلة وطنجة. وأمطار الخير محلية معتدلة ضعيفة محلية، والأمطار حاضرة أيضا بباب برد وكذلك على عدة مناطق شمالية منها وزان وتبودة تاونات قوية أحمد كامنة لالا ميمونة سيدي علال التازي سيدي سليمان. هذه المناطق ستشهد تساقطات ضعيفة نسبيا، ولا ننسى بأن التساقطات متواصلة إلى حدود الساعة على عدة مناطق، بالأخص المناطق الشمالية للمملكة المغربية. ولله الحمد على هذه المناطق الشمالية عرفت تساقطات مطرية قوية في الآونة الأخيرة، ولا زالت متواصلة في انتظار القدوم المزيد من التساقطات المطرية بإذن الله تعالى. ربما ستنتهي حقبة الجفاف في المغرب نظرا للتساقطات المطرية التي عرفتها بلاد المغرب ولله الحمد. والتوقعات تشير إلى مواصلة التساقطات المطرية على مختلف ربوع المملكة. فيما يخص مشاهدينا الكرام، بداية من يوم الأحد 18 من هذا الشهر المبارك، يتوقع أن تعرف المنظومة الجوية على المملكة المغربية استقرارا تاما، ويعني لا وجود للمنخفضات ولا للتساقطات المطرية طيلة يوم الأحد 18 من هذا الشهر، مع تشكل منخفضات أطلسية محليا قويا كما هو موضح أمامكم على يسار الشاشة، لكن يبدو أنها ستبقى بعيدة نظرا لتمركز مرتفعات جوية على مستوى سماء المملكة المغربية، وبالتالي يصبح الطقس جافا لا سيما يخص المغرب وكذلك بالجزائر وبباقي مناطق شمال إفريقيا. مشاهدينا الكرام، نفس التوقعات مرتقبة يوم الثلاثاء 20 من هذا الشهر دائما، استقرار تام في المنظومة الجوية. وإضافة إلى ذلك يتوقع بحول الله تعالى أن تكون درجات الحرارة ستعرف انخفاضا تاما خلال فترات الليل، بالخصوص فيما يخص مناطق الريف وكذلك اللكوس، وبمناطق الأطلس المتوسط والكبير والمنطقة الشرقية، كذلك السفوح الجنوبية الشرقية للمملكة هي الأخرى ستشهد انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة. لكن يوم الأربعاء بحول الله تعالى من هذا الشهر يتوقع أن تدخل بعض القطارات الضعيفة إن شاء الله للبلاد، وتبقى كل هذه الأشياء مجرد توقعات، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ونتمنى أن يدخل الخير إلى البلاد إن شاء الله، ولينتهي هذا الجفاف الذي دام مدة سنتين أو أكثر الذي عرفناه مؤخرا، ونقص المياه الجوفية. نتمنى من الله أن يسقينا أمطار الخير والرحمة إن شاء الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، فهي قناة جديدة إن شاء الله خاصة بأخبار الطقس والأخبار الوطنية أيضا. وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.